السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هقول لكم على فوائد كتيرة، حاجات كتيرة يعني تعمليها تفيدك وانت بتعمل العيش الظل دوا، وما يغلبكيش في الخبيز ولا يغلبك في التجريس ولا يغلبك في وازاي ما يفكفكش منك. هقول لك كل الاسرار بتاعه العيش الظل دوا، بس خليكي معايا لاخر الفيديو. هقول لك ازاي تجرسيه، وازاي الوش بتاعه ما يغشش منك في الفرن، وازاي تخبزيه وما يلزقش منك على المطرحه، وازاي تلقطيه ويبقى خالص معاكي، وازاي تعجنيه العجين في الصيف، وازاي تعجنيه في الشتاء. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهقول لك ان شاء الله كل التفاصيل في الفيديو. كملوا معايا الفيديو لحد الاخر، وان شاء الله باذن الرحمن هتطلع مستفاده. ان استفدت اي حاجه في الفيديو دوا، امان عليك ما تنسنيش في دعوه حلوه منك كده، وكومنت جميل بيفرحني، ولايك جميل منك كده، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى اقول لك ازاي نعمل هنا طبعا الطشوطه فرطين فيها الطشوطه، يعني حاطين فيها الدقيق زي ما انتم شايفين كده. طبعا بعد ما احنا بنغسل الغله، وده طبعا ده الحج اللي احنا بنكيل بيه. طبعا انا بصور نفسي، مش لاقي حد يصورني زي ما انتم شايفين كده. فيا جماعه بلاش تريقه ولا حد يعلق كومنت يعني مش حلو. قول لي اي كومنت يشجعني زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بصور نفسي بس كنت بحلل الدقيق، بتحلل لي طبعا وهقول لك احنا فارطينه ليه في الطشوطه زي ما انت شايفه كده. هتبص في الغربال هتلقي فيه حب او لكاليك صغيره جوه الغربال اللي انت بتحل بيه الدقيق ده او بتنخل بيه الدقيق ده. هقول لك ده بيحصل ليه اللكاليك دي بتحصل ليه. وهقول لك السبب اللي يخلي اللكاليك دي ما تحصلش معاكي. هقول لك خليكي معايا في الفيديو لحد الاخر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين اللكاليك اللي انت شايفاها دي؟ هي دي طبعا، آه، ودي في نخالة. انا طبعا حللته ليه عشان في نخالة. احنا لسه جايبينه من البابور طبعا، وحطيته في الطشوطة زي ما انتوا شايفين كده وفردته. لو سبتيه في البابور يعني وما جبتوش على طول فرطيه، هيلكلك معاك بالشكل اللي انت شفتيه ده. فطبعا انا جيت فردته على طول عشان ما يعملش معاك لكاليك بالشكل اللي انت شايفاه دوا. واحنا الراجل اللي يبقى طاحن لنا دوا يبقى عامل لنا الطحين على كذا شكارة، يعني او كذا حاجة، يعني على كذا نمرة. في نمرة بتبقى الاولى، وفي نمرة التانية، وفي الدرجة اللي هي بتاعة الصفرة دي التالتة. طبعا انا زي ما انتوا شايفين كده في الغربال دي حبة نخالة او حبة دقيق، زي ما يعني زي الخرز كده. بس طبعا اول ما تحط ايدك عليها هينزل معاك من الغربال. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى اقول لك ازاي تعجني العجين احنا طبعا النهارده اليوم حرارة شوية عن يعني مش سخن شوية، مش زي في الشتاء اللي هي الشتاء الشديدة. هو احنا في الشتاء دلوقتي بس الجو شد شوية والنهار طول شوية. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت في الكوباية دي حوالي ب3 جنيه خميرة او ب2 جنيه خميرة، يعني على حسب. في ناس بتديها لنا صغيرة شوية وفي ناس بتديها لنا كتير. طبعا احنا ايدنا نظيفة وغسلينها كويس. وطبعا ايدك اللي هتعجني بيها النبي عربي يا جماعة. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا ايدي هنا فيها الملح. حطيت حوالي معلقتين ملح تدوبهم في المية اللي انت هتعجني منها. والمية تكون دافية شوية. المية في الشتاء طبعا تكون دافية علشان لما تعجني بيها العجين يقوم معاكي. ولازم تحطي الخميرة في مية دافية. المية الدافية بتنشط معاكي الخميرة وتخلي العجين ما ياخدش معاكي وقت ويختمر معاكي بسرعة. المية ما تبقاش دافية يعني مولعة خالص اللي هي سخنة قوي، او باردة مرصرصة. لازم تبقى ما بين البنين معتدلة يعني. خير الامور الوسط. وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هتحطي ب2 جنيه خميرة. طبعا انتي مش هتعملي الكمية دي كلها، لو هتعملي كمية قليلة مثلا هتعمل الكيلو ليه 4 مجات مية. 4 مجات من المية اللي هو المج العادي بتاع الشاي ده. وهتحطي له حوالي معلقة واحدة من الخميرة لو هتعملي كيلو واحد. وطبعا انت عينك سرك لو
الدقيقة اللي انت بتعملي بيها سخة هتنقص المية شوية يعني. ولو الدقيقة زي ما انت شايفاها زي بتاعتنا كده، كل ما تيجي تعجنيها وتطريها بتشد معاكي، فطبعا هتطر العجينة معاكي. و ده دقيق قمح. الدقيق الفينو طبعا اللي هو الفينو اللي بنشتريه من المحلات دوا، لازم تخلي يعني الدقيق الفينو دوا لازم تخليه العجينة طرية شوية، لان الدقيق الفينو ده بيشد معاك وينشف تاني فما يغلبكيش وانت بترحي. انا هنا كنت بعجن، فطبعا تقلب العجين معاك كويس كده. بعد ما تدوب الدقيق لازم تحط المية وتدوب الدقيق بداك الاتنين، علشان خاطر العجين ما يزغمتش معاكي ولا يا رب كلاكيع. وبايدك الاتنين كده، انا طبعا لما بصور نفسي بعمل بايد واحدة، وتشيل العجين كده وتدخلي فيه هوا علشان العجين يبقى معاكي يسري فيه الخمر في كل حتة، يعني ترجعيه بايدك زي ما شفتي وانا بعجن. طبعا انا ربنا يا رب يرزقني واقدر اجيب حامل اللي هو بيصوروا بيه ده. طبعا انا بصور نفسي، والله اقسم بالله يا جماعة بتعب جدا في الفيديوهات بتاعتي على بال ما اصور حاجة، وانا بصور نفسي ومش لاقي حاجة يعني اثبت عليها التليفون. زي ما انتوا شايفين انا خلصت العجينة، طبعا كانت معايا ناعمة وحلوة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا غطيت العجينة وبدفيها. في الشتاء لازم تغطيها وتدفيها. حطيت عليها، شايفين لما دفيتها اختمرت بسرعة، والفقاقيع دي اللي طالعة دي تدل على ان هو خمر. والعجينة اتضاعفت. لو انت عاملة مثلا حوالي 2 كيلو دقيقة تلقوهم حوالي 4 كيلو، يعني هيتضاعف الفواق، هيختمروا يعني يا جماعة. طبعا دي الردة او النخالة اللي احنا دي بتطلع من الدقيق القمح. طبعا انتوا شفتوا في الطشوطة انا فارطة الدقيق في الطشوطة، وده النخالة اللي بتطلع من القمح، من قشرة القمح الصفرا اللي بتبقى من بره يعني، او الردة اللي احنا بنجرس عليها. فرطها في الطشوطة زي ما انتوا شايفين كده. لو الردة دي فيها اي حاجة هتنزليها بالغربال السلك. وهنا انا بدأت ان انا اجرس معاكم. هتجرس ازاي يا جماعة؟ زي ما انت شايفة كده على ايدك كده، وتبل ايدك التانية. انا جايبة هنا معايا مية وعليها حبة زيت. طبعا المية وحبة الزيت مش ما يخلوا العجينة تجشف معاكي ولا تربي يعني العيش وانت خبزاه ما يبقاش مربي قشرة من فوق ومجشف اللي هو مش حلو. وطبعا هتبل ايدك مية، ولازم تفك العجين كويس كده. كل ما العجين فكتيه معاكي طبعا مش هياخد معاكي خبيز، وهيسيح بسرعة يعني معاكي وهيختمر بسرعة. طبعا الفك دوا لازم تفكيه على ايدك كده شوية، وتفكيه على حافة الانجر او العجان او الحاجة اللي انت عجنة فيها. كل ما تفك العجينة كل طبعا ما تلقي العجين معاكي بسم الله ما شاء الله عليها جميل جدا. وتلقي الرغيف معاكي فاكك مش مكلبس كده وناشف يعني وانتي بتعجني. طبعا انا العجينة المطبعة عاملاها طرية زي ما انتوا شايفين كده، لان قلت لكم في الفيديو اللي فات الجمحة بتاعتنا احنا كل ما تعجنيها وتطريها يعني كل ما تملكيها بتشد تاني اكتر. فانا بطر العجينة عشان ما تاخدش معانا في الخبيز او في الرح واحنا بنخبز على المطرحة. زي ما انتوا شايفين كده ايدك التانية ما تخليهاش تطول عجين. هتجرس بالشكل اللي انتوا شفتيه، وهسيبيهم حوالي لو في الشتاء اقل حاجة تسيبيه حوالي نص ساعة. لو في الحرارة اول ما هتخلصي تجريس على طول هتغسلي ايدك على طول من مكان التجريس وتروح مولع الفرن. لازم تسخن الفرن كويس. لما تسخن الفرن كويس وتوطي الجعر. لو الجعر بتاعكم الجعر بتاع الفرن يعني بيسخن بسرعة، توطيه شوية عشان ما يحرقش معاك العيش. ولازم الجنوب تعليها. وزي ما انت شايفة كده انا برمي في الفرن. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده تلقط الرغيف بالشكل اللي انت شايفاه كده، تخلي حبة نخالة تيجي تحت ايدك علشان العيش ما يلزقش منك على ايدك يعني. وزي ما انتوا شايفين كده هو والله كلهم دول كانوا جايمين، بس انا طلعتهم من الفرن وحبيت ان انا اصورهم ففشوا معايا شوية. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليها العيش يطلع معاكي مختمر
ولو العيش خد عيانه طبعا هيتنفخ معاكي في الفرن وهيبقى جميل بسم الله ما شاء الله عليه. هو هنا العيش معانا مفروع بسم الله ما شاء الله عليه وابتدى يقوم. تجرديه وتحطيه جنب النار العالية. العيش لو حطيتيه جنب النار واطية طبعا مش هيقوم معاكي. العين دي طبعا اللي عندنا دي هي اللي عالية، والعين التانية ما تبقى واطية شوية فمش بتقوم الرغيف حلو. فانا بحط العيش جنب العين العالية فبيقوم معاكي كويس ويبقى خفيف وبسم الله ما شاء الله عليه يبقى زي البقلاوي. زي ما انتوا شايفين كده انا برمي من جوه، وكل اللي بيختمر او كل اللي بيقوم انا اسفة بجرده واجيبه البر شوية جنب العيان اللي هي واطية شوية عشان تنقرشه براحتها. تلقط الرغيف زي ما انت شايفة بلقطه كده وتخبزيه حبة على ايدك. طبعا احنا العجينة يعني مطرينها مش هياخد معاكي في الراحة حاجة. زي ما انتوا شايفين العيش منقرش بسم الله ما شاء الله عليه. ملات البيت خيار وملات البيت بسم الله ما شاء الله من الدقيق اللي انتوا شايفينه دوا. كمية الدقيق اللي انا عملتها ملت البيت عيش بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا العيش دوا بعد ما بخبزه وهو دافي كده، دافي حبة بسيطة مش سخن. لو حابة تحطيه انا هنا بريح. لو حابة تحطيه في الفريزر هتجيبي لو عندك التلاجة يعني التلاجة يعني بتاعتي انا طبعا يعني مش ضمنها قوي التلاجة يعني قديمة شوية. فانا بجيب فرطة او فوطة وبلف العيش جواها وبحطه في كيس عشان طبعا التلاجة بتاعتي كانت بتلين مني العيش وبتبوظه مني. فلو تلاجتك بخار تحطيه في الكيس بس وتحطيه في التلاجة في الفريزر. وقبل ما تطلعيه قبل ما تيجي تعملي حاجة تطلعيه قبليها حوالي 10 دقايق تسيبيه يفك كويس. ولو عندك هتولع فرن البوتاجاز وتسخنيه على الفرن او على الشواية تحطيه على السلك هيسخن معاكي. وشايفين بسم الله ما شاء الله على العيش جايم. العيش كله كان جايم بسم الله ما شاء الله عليه جايم وتحفة زي ما انتوا شايفين كده. لو مشيت على الخطوات اللي بقولها لك كويس هتلقي العيش جام معاكي وبقي بسم الله ما شاء الله عليه تحفة. ولازم العيش يختمر معاكي كويس وتسيبيه بعد ما تجرصي حوالي لو في الشتاء نص ساعة، لو في الحرارة هتولع على طول. وزي ما انت شايفة كده احنا بنريح. تحطي على المطرحة حبة دقيق قبل ما تلقط العيش وتحطيه عليها عشان ما يلزقش منك. ولو لو العيش بتاعك فيه فجافيج في الوش طبعا وجايمة وفي قشرة خفيفة الوش طبعا انا عارفاكم كلكم شاطرين. لو جايم وفي قشرة خفيفة